8 أشياء لا تتكاسل عنها في الأيام المقبلة. أولاً، لا تستسلم لصعوبة الصيام. تذكر أنك قد صمت في رمضان 30 يوماً، فلا تستصعب 9 أيام من ذي الحجة. اغتنم هذه الفرصة لنيل الحسنات مضاعفة. ثانياً، لا تتكاسل عن القيام. حتى لو ركعتين خفيفتين بعد العشاء ستنال أجراً عظيماً، وإن لم تقدر على أكثر فاقرأ آخر آيتين من سورة البقرة تكفيك ليلة كاملة. ثالثاً، اجعل القرآن رفيقك. حاول أن تقرأ ما تيسر من القرآن، المهم أن يفتح المصحف يومياً. تذكر الأجر مضاعف في هذه الأيام المباركة. رابعاً، لا تبخل بالصدقة. تصدق كل يوم ولو بمبلغ بسيط فستجني ثواباً عظيماً، وإن استطعت شارك في إطعام الطعام فله أجر عظيم. خامساً، لا تتوقف عن الدعاء. ادعو بكل ما تتمنى، فليس هناك شيء مستحيل على الله. ادعي بكل يقين ولا تدع بطلبات صغيرة، فكرم الله واسع. سادساً، اذكر الله في كل لحظة. استمر في ذكر الله في كل مكان، حتى وإن كنت في طريق المهم ألا تضيع الفرصة. سابعاً، اغتنم السنن. اشرب الماء جالساً على 3 مرات. لا تنسى أذكار الصباح والمساء. تناول السحور. نام على وضوء. اقرأ سورة الملك قبل النوم. صلي 12 ركعة نهاراً سنة حتى تكسب بيتاً في الجنة. عبر عن حبك لمن حولك في الله. عجل بالإفطار وأخر السحور. ادعو للغير من وراء ظهره. كظم غيظك. ابتسم. تكلم بكلام طيب. كلها سنن بسيطة، لكن ثوابها عظيم في هذه الأيام المباركة. ثامناً، استعدوا لذي الحجة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، أي العشر الأوائل من ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله. لا تنسى مشاركة هذا الفيديو لتجعله في ميزان حسناتك، ولا تنسى ذكر الله والصلاة على النبي.